ولا يا رمزي، لا التمثال ده اعمل وشه الناحيه التانيه. وهتفرق ايه يعني؟ هتفرق ان عمرك ما هتتعلم اي حاجه خالص. الاسطى اما بيقول كلمه الصبي يسمع الكلام وينفذها عشان يبقى في مره من المرات يبقى هو كمان اسطى. اسطى؟ اه طبعا اسطى. امال انت فاكر ايه؟ يالا انت فاكر الشغل ده كده اي كلام وخلاص؟ لازم يبقى فيه اسطى وصبي. انت صبي اسمع الكلام وخلاص، لف وش. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الاستاذ عادل؟ لا ده الاسطى عادي. طيب حضرتك تعرف واحد اسمه المعلم عبده التمثال؟ عبده التمثال؟ طبعا اعرفه، ده الاسطى بتاعي. انت بقى تعرفه؟ ده دلوقتي في المستشفى وبيلفظ انفاسه قبل الاخير. طب هو حضرتك يعني هو في مستشفى انا لازم ازوره طبعا. في مستشفى صباح الخير يسعد صباحك التخصصيه. صباح الخير يسعد صباحك. دي مستشفى بالنهار بس ولا ايه؟ اه يا دوله معروفه دي، لو العيان راح بالليل يعني ممكن يودوه المستشفى بتاعت مساء الخير يسعد مساك. طيب حضرتك انا هاجي معاك المستشفى دي، لازم ازوره، لازم اشوفه، ده الاسطى بتاعي، ده هو اللي علمني المهنه. ولا يا رمزي خلي بالك من البازار على ما اجي. يلا في عينيا يا دوله. يا الاسطى عبده تمثال. اتفضل يا استاذ، اتفضل اتفضل. في عينيا. على مهلك على مهلك. استنى على مهلك. استنى. اهو الف سلامه ليك. الف سلامه ليك. سلامتك من العجيبه دي. ان شاء الله اللي كان جه في رجلك والله يا اسطى كان جه في رجل الواد رمزي ده. اتفضل اتفضل. ايوه ايوه استنى. اتفضل طيب اتفضل معاك. اتفضل على مهلك. اقعد اقعد هنا اهو. بس ايوه بس اهو. الف سلامه ليك. ما شاء الله. دي الخام دي انا. ايوه يا معلم. الله ينور عليك. عليك يا معلم. ولا رمز ولا شوف المعلم اي حاجه هو عايزها هاتها له على طول. عينيا يا دوله. هاي الشيش. رانيا مفاجاه يا رانيا. عارفه انا جايب معايا مين؟ معايا المعلم تمثال الكبير. يا عادل انا 100 مره اقول لك ما تجيبش البضاعه بتاعتك لمقر الزوجيه وعيش التزوج بتاعك. عيش التزوج ايه وبضاعه ايه؟ بقول لك المعلم تمثال الكبير. المعلم ده اللي لحم كتافي وكتافكو من خيره. امال ايه؟ انا نفسي بس ارد له جزء صغير من الدين اللي عليا. طب وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ رانيا السؤال ده ما يتسالش. المعلم تمثال يقعد هنا طبعا، احنا اللي نتصرف في اي حته. دوله الحق اللي انت جبته لنا ده يا دوله. طب ساكت. الف سلامه ليك يا اسطى. الله يسلمك يا أخي. ممكن لحظه بعد اذنك؟ اتفضل. لا ما يعني تسيبنيش يا عاد. ما تخافش يا اسطى وانا جنبك. انت طيب. روح فين؟ ايوه يا دكتور. الراجل ده يبقى والدك؟ ده اكتر من والدي حضرتك. ده يعتبر الاب الروحي ليا. يعني انا مستعد اعمل له اي حاجه اي حاجه ان شاء الله اتبرع له برقبتي بكليتي. ولو وصلت حضرتك ان انا اعالجه على نفقه الدوله هعالجه على نفقه الدوله. يا دوله هو ده حمل ركوب قطر يا دوله. الراجل ده ما عندوش مرض عضوي، ده مرض نفسي. ايه عنده كرشه نفس؟ تصدق انا برضو شفت كده من الاول. عارف انا لاحظت ده من حركه زيغ العينين. برافو عليك والله. زيغ العين؟ لا 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 لا، ما حدش يقول كده على القصه بتاعي. ده عقله يوزن بلد. يا دكتور الحل ايه؟ الراجل ده محتاج يحس بنفسه وبذاته وبشخصيته واهميته كفرد منتج في المجتمع. سلام عليكم. انا معجبه بيك يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. طب والعمل يا دوله؟ انا خلاص. انا عايز اموت. عايز اموت واغور من وشكم. انا حياتي اتبهدلت اتهللت. لا لا شفت قال ايه؟ قال النعيم. لا انا مع الوسطى. انا مع الوسطى للاخر. يعني ايه عادل؟ يعني ايه؟ هو لعلمك بقى الوسطى ده وجوده من وجودي. يعني انا ما كانش يبقى لي اي لازمه لو الوسطى ده ما كانش موجود. انا معاه للاخر. ايوه دوله هتعمل له ايه يعني؟ هخليه يقعد على مكتبه في البازار. طب وانت يا عادل؟ انا مش مهم. وانا كان مين علمني؟ لعلمكم هو ده الوسطى الروحي بتاعي وانا هفضل معاه للاخر. انا معاك يا اسطى تمثال. ما تسيبنيش يا ابني. انا معاك يا اسطى تمثال. ما تسيبنيش يا يلا عادل. بينا. اهلا وسهلا يا معلم. بازارك ومطرحك. اتفضل. اوعى انضف الكرسي ده. لا رمز. اتفضل اتفضل. اوعى. اتفضل يا معلم اتفضل. ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا ابني. ما شاء الله. نورت البازار والله. والله زمان يا عادل يا ابني. وزمان ليه بس يا معلم؟ ايام زمان ترجع تاني. منين يا ابني؟
ام كلثوم ما كدبتش لما قالت وعايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان. يا سلام، ودي فيها مشكله؟ ارجع يا زمان، خلي عندك دم وارجع يا زمان. وهات لي قلب لا انضرب بقى ولا اتكرت ولا نام جعان. ام كلثوم قالت لا انكرت ولا انضرب ولا بس يلا بس يلا. الله الله عليك يا عادل، نعم الاخلاص يا ابني. انا دلوقتي ملياش حد في الدنيا غيرك بعد ما قفلوا لي سلسله البازارات بتاعتي في الاقصر. بس لعلمك بقى يا معلم هم الخسرانين، يعني معقوله يخسروا نبغه زي حضرتك يعني في عالم البازارات؟ معقوله؟ انا مستعد تلاقي لي اي شغلانه عندك هنا في البازار. عايزني امسح لك البازار ده اخليهولك زي المرايه، اخليهولك زي المرايه. عايزني اسيها لك الارضيه، اسيها لك. التماثيل دي اخليها لك بتلمع زي لا 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 لا، ما تقولش كده يا معلم. امال زفت الطين ده وظيفته ايه هنا؟ احنا عايشين كلنا من خيرك يا معلم. يعني قصدك مثلا تديني حسنه عطيه منك؟ عطية مين ومنة مين يا معلم؟ لا ما اقصدش طبعا يا معلم. يعني بص، البازار ده بتاعك انت يا معلم، تخيله كده اهو. انا بالعكس يا معلم نفسي استفيد منك ومن خبرتك. انت عايز تستغلني يا عادل؟ يا نهار يسوح، انا مش عارف اقول لك ايه يعني يا معلم. بص يا معلم، البازار ده انت صاحب البازار، وانا هرجع صبي تاني ليك يا معلم زي ما كنت زمان. المهم ان احنا نتعلم منك، مفيش تمثال يدخل ولا يخرج الا باذن منك انت يا معلم. ها قشطه؟ ايه قشطه دي؟ كنا زمان بنقول فله مش قشطه، انا غيرت بس الحته دي، لكن لو فله عجباك نرجع فله تاني. فله؟ ما تمد ايدك يا معلم، ده من خيرك ده. ده كتير يا ابني، كتير. ازاي بقى يا معلم؟ ده يعني اقل حاجه نقدر نعملها لك يعني. أنا سعيدة أوي إن أنا قاعدة على سفرة واحدة مع الصانع الحقيقي لجوزي عادل، المربي الفاضل اللي عمل منه شيء بعد ما كان لا شيء وتافه. ليه كده يا مدام؟ ده عادل بالنسبة لي من أذكى وأنبل وأعظم التلاميذ اللي دخلوا المحل عندي. أنا أفتكر يوم ما جابوا أبوه، جابه هو ابن 17 سنة، كان لسه ورور، وقال لي خد يا معلم. ايوه طبعا، ومن ساعتها يعني وانا مع المعلم ودكني وعلمني وعمل فيا كل اللي هو عايزه. فاكر يا عادل؟ فاكر لما كنت تجيلي وتقول لي أنا خلاص يأست؟ كنت بقول لك إيه؟ كنت بتقول لي حاول تاني يا واد عادل. ولا فاكر لما كنت تجيلي وانت مرهق وتعبان من كتر الشغل، كنت تقول لي خلاص انا فرهطت، انا زهقت، كنت اقول لك ايه؟ كنت تقول لي عادل حاول تاني يا واد عادل. اقوم انا بقى عشان الحق رمزي قبل ما يقفل المحل، ادور لي على نومه جنب منه. تنام فين؟ على الارض؟ لا يا معلم، ده انا لا اكون عشت ولا كنت يوم ما اسيب المعلم تمثال ينام على الارض. امال هينام فين؟ هينام هنا طبعا في البيت. يا لا يا مدام، في ايه؟ ايه دول اللي انت بتحبهم دول؟ ايه دول اللي قال لي؟ دول ايه يا ابو دلدول؟ انا ما بتسمعش انت ليه؟ اقف عدل قدامي ولا اللي بكلمك؟ ايه اللي يخليك ترص التماثيل دي؟ ما تقاوحش، قلت لك التماثيل دي تخش المخزن. امال احنا اشتريناها ليه بقى يعني؟ انت بتعلي صوتك عليه يا تعلي صوتك عليه، تعلي صوتك على المعلم. انت حته صبي لا رحت ولا جيت. اوعك تفتكر ان الصبي بيفهم، الصبي ما بيفهمش، المعلم بس هو اللي بيفهم. الصبي ينفذ وينفذ بالجزمه. لا بقى لا بقى. السلام عليكم. دي دولة الحقنا، دولة ايه يا هادي يا ابني؟ اقعد. ايه في ايه؟ دولة افهمنا، دولة مش انت دولة اللي قايل لي ان التماثيل الجديدة دي انت رصها علشان السيزون بتاعها ما يروحش؟ طبعا يا ابني، اي حمار بيفهم ان التماثيل الجديده هي اول حاجه تترص عشان السيزون. اهو اسمع بقى، المعلم بيقول لي لا. اي حمار يعرف ان التماثيل الجديده لازم تترمي في المخزن. ازاي يا دولة؟ ده اذا كان انت بنفسك امبارح اللي راصص التماثيل دي على الرف. غلطت يا رمز، غلطت في ايه يعني؟ ما غلطتش ولا حاجه، هو بس تلاقيها فاتت عليك. لا لا لا، ما فاتتش عليا، انا غلطت يا معلم، وبعدين احنا بنتعلم منك وبنستفيد منك ومن خبرتك. انت هنا الكوماندا يا معلم، انت اللي توجهنا وتقسم الشغل. يعني زيك زيه؟
ايوه طبعا انا زي رمزي يا حضرتك، يعني انت بس ايه، انا صبي عاملني كصبي. ولما انت الصبي، في صبي يبقى قاعد كده قصاد معلمه حاطط رجل على رجل ولا لا مؤاخذه يا معلم، لا مؤاخذه يعني. فل يا معلم. فل. اللي اتعملت خايب منك له. بازار طويل عريض يجيب 3 ابيض كده. خلي بالكم من البازار، حد عايز منكم حاجه؟ ربنا يخليك يا معلم. معلم لو سمحت والله، انا بس كنت عايز اي ايه؟ كنت عايز يعني اي حاجه يعني يا معلم، عشان الواحد خلاص بقى يكح اسمنت يا معلم. انا مش مديلك 50 جنيه من اسبوعين. اوعى تكون بتشرب دخان. لا يا معلم ما بشربش. تشرب دخان؟ لا والله يا معلم ما بشربش، الشم بقى حضرتك. انا بس كل ما في الموضوع ان انا متجوز حضرتك وعندي 6 ستات في البيت. ايه يا عم، ما احنا مالنا احنا بالكلام ده؟ بص كل واحد على قد مجهوده. اوعى معلم لو سمحت، يعني انا كنت محتاج يعني ايه 12 جنيه. ايه بتقول ايه؟ اجيب بيهم راديو. 12 جنيه يا معلم يعني. 12 جنيه. ربنا يخليك يا رب يا معلم. يقول لك احنا محتاجه، انا مالنا احنا ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. 12 جنيه. هات اهم 12. هات الفلوس دي العاده. اهو 12 جنيه ماشي. ايوه 12 جنيه. ماشي. لا عشان تكون 10 لازقين في بعض. لا ويتعدوا 12 جنيه وهم 22 عادي. دمك خفيف يا معلم. انا فاتن قوي. ماشي ايدك غلط. ماشي يا معلم. اتفضل اتفضل. عايزكم تخلي بالكم من البازار. ارجع الاقيه بيلمع بيبرق. سياوي الارضيه. ايه وجب. ايوه ماشي يا معلم. مع الف فتح سلامه. عينك منك له. ماشي يا معلم. مع الف سلامه يا معلم. ربنا يخليك السلام لينا يا رب. مع مع الف سلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه يا معلم. مع الف سلامه. رمزي، مش انا ابن عمك يالا، وبرضه ابوك يعني الله يرحمه كان صاحب ابويا يعني، واخوات هم اصلا. تديني حاجه من النفحه دي طيب؟ مش هتاخد حاجه. بس يلا بس يلا بس يلا. دوس يا رمزي على كرامتي. دوس مفيش اي حاجه من النفحه دي يا رمزي، خليك جدع بقى. امال بقى بص، روح اجري العب بعيد. اجري العب بعيد. العب ايه؟ العب بعيد. ماشي واطي يعني. انت تعمل ايه بالمبلغ الضخم اللي معاك ده يا ابني؟ هشتري بيرات. ماشي يا رمزي، ما انت عارف يا رمزي ان انا عندي مصاريف كتير يا رمزي، عندي بنتي الصغيره وعندي مراتي وعندي ناس كتير بصرف عليهم يا رمزي. دلوقتي يعني احتجتلي؟ ها دلوقتي يا دولة احتجتلي؟ ونسيت امبارح لما المعلم تمثال بعتك تروح تجيب له كشري من عند المحل. رحت وغبت ورجعت وقال ايه، اصل المحل قافل وما جبتش حاجه وبعتني انا. ها ورحت لقيت المحل ولا قافل ولا اي حاجه، وجبت واشتريت ورجعت. انت اكيد كنت عايز تبعتني انا. لا يا رمزي والله يعني مش قصدي ابعتك انت، بس انا امبارح بجد يا رمزي انا كنت تعبان طول اليوم. من الصبح رحت جبت الاكل بتاع المعلم، وغير كده كمان وقفت في طابور العيد ساعه بحالها يا رمزي، وعملت دورين شاي، وبعدين كمان بعد ده كله خدت الجزمه بتاعت المعلم ورحت صلحتها عند الواد سيد صرمه في اخر الدور يا رمزي. بص يا دولا، انت مش هتأثر عليا، مش هصعب عليك. ها مين اللي قاعد يمسح الحمام بتاع امبارح؟ مش انا؟ بص ما احنا لو دخلنا في صراعات مع بعض ومين كان بيعمل ايه ومين ما كانش بيعمل ايه، ما انا لعلمك برضه انا ماسك عليك زله، انا ممكن اقول للمعلم على الحاجات اللي انت بتعملها. حاجات ايه يا ابو حاجات؟ حاجات ايه؟ حاجات ايه يا سلام؟ ايه انت ناس انك انت كسرت التمثال بتاع ام نحتب ورميته في الزباله ورحت جبت ام نحتب غيره من المخزن وحطيته هنا؟ طب ما انا ممكن اروح
هقول له على انك بتدخل الحمام بتاع البازار، بالرغم من انه محرج علينا ان احنا ندخله وبيدخلنا الحمام بتاع الاهل. ايوه بس انا يعني عملت كده، دخلت الحمام ده مره واحده بس. بص مره هي بقى زي 10 بقى. ها طب بص يا رمزي، انا اتفق معاك على اتفاق يعني جامد جدا. انت ما تقولوش على حكايه الحمام، وانا مش هقول له على حكايه التماثيل اللي انت بتكسرها. ايه رايك؟ قشطه. قشطه قشطه. ياه قشطه، الكلمه دي بقالي كتير ما سمعتهاش. كلمه من زمان نفسي اقولها بس مش قادر، نفسي اسمعها بس مش عارف. يا رمزي قشطه قشطه قشطه. انت دول اللي عملت فينا كده، انت اللي عملت فينا كده وخلتنا ننسى القشطه والبيضه بقسامنا وكل حاجه. دول انت احسن منه بكتير قوي على فكره والله. انت يعني كنت بتزعق لي كتير وبترجع على طول تصالحني، مفيش مره تخصم لي فيها الا لما تيجي تزودني يا دول. فاكر يا رمزي عشان تعرف ان انا قد ايه كنت بحبك. يالا انت ابن عمي يا ربنا يخليك يا دولا. بص بقى، انت لازم ترجع معلم من اول وجديد تاني. اتفضل يا دولا، اتفضل يا دولا. ارجع معلم تاني؟ يا دولا. حسن يجي ولا حاجه؟ لا يجي بقى. يا معلم زي الاول صحي انا. دولا هزقني. انت حيوان. الله يا غبي. بس ازاي؟ لا خد، انا مش عايز الفلوس دي، خدها. لا يا عم، لا دي فلوسك انت ده حقك، ده حقك يا رمزي. لا دولا ليك انت دولا، انا معاك. خلاص نقسمهم بالنص. انت 2 جنيه وانا 10 جنيه. خلاص ماشي. بقول لك ايه يا رمزي، انا ما ينفعش ابقى معلم تاني. الراجل ده برضو يعني خيره علينا يعني. يا عم خير مين بقى يا دولا بقى؟ ده انت بس يا دولا قول للزمن ارجع، والزمن ما ترجع بقى يا زمن بقى، بطل استهبال. دولا بص بقى، مفيش حل بقى غير ان احنا لازم نمشي الراجل ده من هنا. لا يا رمزي نمشيه ايه؟ الراجل ده جمايله عليا كتير جدا يا رمزي. يا دولا جمايل ايه يا دولا؟ ده من معاملته ليك يا عم، شكله كان ممرمطك وانت صبي عنده. هو صراحة كان مرمطني يعني، بس أنا كنت واخدها على أساس إن هو راجل كبير وبيعلمني الصنعة يعني وبيودكني وكده يعني. وبعدين ده كفاية قوي إن هو اداني البازار بتاعه. يعني هو اداهولك ببلاش يا دولا؟ ما انت قسطت له ثمنه يا عم، وبعدين هو اصلا سابه بعد ما السياحة اتضربت. ايوه هو قال لك بقى انفد بجلدي. يا دولا اسمع كلامي، حط ايدك في ايديا علشان نطرد الراجل ده من هنا. قشطة؟ قشطة. هديكم انا ورقه الرهنيه تدوني انتوا النقديه. متنح كده ليه يالا؟ روح جيب لنا شاي. يا دولا انت هتفضل ساكت لحد امتى يا عم؟ البازار اللي انينا هيروح مننا يا دولا. هبات فين؟ يا سلام، انت كل اللي همك هتبات فين؟ انا اللي هممني دلوقتي ان البازار ده هيتباع. وبعدين اللي عرفته كمان من ناس كتير جدا ان هو بياخد الفلوس اللي هو من البازار ويروح يلعب بيها قمار، زي ما ضيع بازاراته جاي يضيع بازاراتي. يا خبر ابيض. طب وهتعمل ايه يا دولا؟ انا هتصرف وعالي. بقول لك يا معلم، عايزك خد كده. والله حسك عيله يا سعادة. ده انا اللي لسه كنت هناديلك، كنت عايزك تمضي شويه ورق هنا. انا لا همضي على ورق ولا يحزنون. انتوا عمالين بتفرقوا وبترهنوا على اساس ايه يعني؟ على اساس ان انا في مقام والدك ويهمني مصلحتك. يا سلام، ومصلحتي يعني تبقى في بيع البازار وانا اترمي في الشارع؟ يا غشيم، احنا هنرهن البازار ده على 50,000 جنيه، هناخد منهم 40 نشتري بيهم شوية تماثيل، انما السوق تاني يوم هيتباعوا ب100,000 جنيه. يعني في ظرف 24 ساعة يكون معانا 60,000 جنيه صافي ربح. وال60,000 جنيه دول بقى انا هينوبني منهم ايه؟ ايوه. اتدلع يا اخويا، اتدلع عليا. عايز ايه بقى المرة دي؟ المرة دي بقى انا عايز مروحة يا معلم. مروحة؟ اشمعنى بلاقيها يعني مروحة؟ المروحة دي عشان انت بقى تهوينا. اتكل على الله يا معلم، ده اخر يوم ليك في البازار. انا عملت اللي عليا وشلتك على راسي من فوق واستقبلتك في بيتي وفتحت لك بازاري. في النهاية عايز تبيع البازار وترميني انا وعيلتي في الشارع؟ انا اسف جدا يا معلم. اتكل على الله، واخر يوم ليك. وبرضه يا معلم
عشان تعرف ان انا اصيل. لو احتجت اي حاجه في اي وقت ما تجيليش. معقولة يا سناء؟ فيها الصبح. معقولة يعني الواحد يبدأ يوم جديد كده يقوم مصطبح بوشك؟ طب فيها ايه يعني لما تصطبح بوشي؟ هيبقى يوم قديم. يعني كمان اصطبح بوشك وكمان هزار على الصبحية يا سناء؟ مش معقولة أبدا يعني. عادل صباح الخير. إيه ده صباح الخير؟ سبحان الله، أول مرة تقولي لي صباح الخير من 30 سنة. 30 سنة يا عادل؟ أي بتقول 30 سنة في وشي؟ 30 سنة يا عادل اشتدي جو. سناء سناء سناء. ماشي يا سناء ماشي. سناء انت هتكملي نوم جوه في الحمام ولا ايه؟ ماشي. الو؟ لا والله يا سناء النهارده اصلها صحيت من النوم تعبانه مش هتقدر تيجي المدرسه. طب تعمل ايه؟ يعني لو ما عندهاش اجازات عرضيه بقى اخصموا لها. اخصموا؟ اوعى اخصموا لمين؟ انا عمري ما غبت. لا انا جايه. ايوه وانا غبت من امتى؟ الو الو. رجعي السلك بتاع التليفون تاني لان انا بفصله بالليل قبل ما انام عشان الدوشه. ايوه جاي. دوس على الشاشه دي بقى تنفع معاها مانو. انت زفت انت ايه اللي مقعدك هنا؟ سايب البازار وجاي تقعد في القهوه؟ بالراحه بقى يا دوله. بص انا اعصابي بقى مش مستحمل. اقعد خليني اشرب كوبايه الشاي بحليب بتاعتي. شاي بحليب ايه يالا؟ ايه دوله ايه اللي منرفزك كده؟ انا لسه داف طالع على الصبح. اقعد بس اطلب لك شاي بحليب يا بدوي. ايوه جاي. ارجع بقى ولا انا ممكن بص اخليك ما تروحش البازار ده على رجليك. انا مش هينفع اروح البازار لا على رجليا ولا على ايديا. عملت ايه يا زفت الطين؟ والله يا دوله موضوع اهبل كده، بس الظابط حسام هو اللي كبره. الظابط حسام؟ بص يا دوله انا قاعد يا عم قدام باب البازار ومطلع التماثيل اللي حيلتنا بره وعمال احميهم. جالي الواد رشاد اللي هو بيشتغل في محل بتاع بازار خوفو ده وقال لي الحق يا رمزي بوليس المرافق. قال لك الحق يا رمزي بوليس المرافق وانت سبت التماثيل بره طبعا بذكاوتك يعني. وانا ايه اللي هيخوفني اصلا يا دوله؟ بوليس مرافق ايه اللي انا اخاف منه؟ ما انا عارف ان انت لسه مركب عداد لللمبه ومصلح مواسير الحمام وكل حاجه. ده على اساس ان هو بوليس المرافق الصحيه يعني. ولا صحيه بقى ولا مرضيه، انا ما بخافش من الحاجات دي. انا ما دام كنت في السليم يعني ما بخافش. افهم بقى دول. وبعدين الظابط حسام دون بقى راسه 1000 سيف لا ياخد التماثيل. افهمه يا عم مش مال، افهمه يمين مش راضي يفهم خالص. يخرب بيتك بتفهمه ايه يمين وشمال؟ انه يدفع ثمنهم. على اساس ان احنا مش فاتحينه سبيل يعني. الله ينور عليك يا دوله. هي كلمه سبيل دي الحاجه الوحيده اللي انا اتعلمتها منه. يا عم انا قلتها له من هنا وقام راح بقى منادي على مخبر بقى من اللي معاه وجاب شويه شمع احمر كده وشمع البازار واكد عليا اني ما افتحوش. ظابط ناصح فهمك على طول فاكد عليك انك ما تفتحوش. شمع احمر. بس على فكره دول يعني طعم الشمع الاحمر ده مش قد كده. يخرب بيتك انت اكلت الشمع الاحمر؟ ابن عمي حيوان ياكل الشمع. لا مش عارف اعمل فيك ايه. سافر يا رمزي سافر يا رمزي. يا دوله افهم بقى تعمل ايه يا عم؟ مش انا اللي شمعت لك البازار ده الظابط حسام. افهم بقى ما تسافر. بص يا رمزي اقطع تذكره قطر وسافر بلدكو. ابعد عن هنا يا رمزي ابعد. ليه يا دوله احنا هنفتح بازار هناك ولا ايه؟ البركات فرصه البركات شاط بركات والهدف الاول للنادي الاهلي. جميله 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 من محمد شوقي. ايه ده؟ طفتي لي ايه؟ انا ما انا قاعد طيش انا ولا ايه؟ قاعد انا بتفرج على التلفزيون. طفتي لي ايه؟ يا نهار ابيض. ايه يا عادل؟
ده ماتش كوره اللي شغال في التلفزيون، ده تلفزيون مش راديو، لازم تشوف مش تسمع. ده اولا ماتش قديم انا شفته قبل كده، المره دي انا بسمعه بس ده تدريب للخيال. فاضي واحد فاضي هتعملوا ايه يعني؟ حاضر يا عادل اهو، مش هنختلف اهو. لكن ايه؟ بدأنا. شكرا على الله. اتأنى بص شاط بص الجول الاول للنادي الاهلي. ادي بركات. عادل ده 10 ماتش تتفرج عليه النهارده. ايوه يا ماما، انا اصلا ما شفتش كوره من زمان، جعان. جعان؟ يا نهار ابيض، ده انت قاعد بتاكل من الصبح، ده انت بتلغ مش بتاكل. لا انا قصدي مش جعان اكل، يعني جعان كوره. طب نتفرج على المسلسل وبعدين نتفرج على اللي انت عايزه براحتك. المسلسل اللي تتفرجوا عليه، راجل البيت قاعد بيتفرج على كوره يبقى انتوا كمان تتفرجوا على كوره، راجل البيت بيعمل حاجه تعملوا زيه بالظبط. من كلمتي هنا اهو لازم تستمع. جول! رانيا يا رانيا ايه يا عادل بقى؟ اف اكوي لي كل الهدوم اللي عندك لو سمحت. ليه انت نازل؟ من غير ما انزل، يعني انزل اروح فين؟ انا واخد اجازه وبعدين انا قاعد فاضي، انا حر. امال عايزني اكوي لك الهدوم ليه؟ وانا يعني لازم عشان قاعد في البيت البس الهدوم مكرمشه؟ لو سمحت اكوي لي الهدوم وما تناقشنيش، انا راجل فاضي. ما انت فعلا فاضي. يا سناء يا سناء. ايوه يا عادل، ايه الغدا اللي انت عاملها في البيت دي؟ خش اعملي لي كوبايه شاي. وانت اتجوزت ليه بقى ان شاء الله؟ رانيا بتكوي لي الهدوم بتاعتي، خش اعملي شاي وبعدين ساعديها في كوي الهدوم. لا بتهرج يا عادل، بتهزر، انت بتهزر صح؟ ما بهزرش، انا بتكلم بجد. خش اعملي الشاي دلوقتي لو سمحتي، انا فاضي واسمعوا كلامي بقى. مش هنخلص النهارده. كنت فين يا انسه؟ نعم؟ ده كافيه جديد اسمه نعم ولا ايه؟ في ايه؟ في انك انت جايه الساعه 10 بالليل يا هانم، حد يتاخر لغايه 10 بالليل؟ هي 10 بالليل بقت متأخر؟ ده انا كده جايه بدري. بدري بقى لو البيت ده اصلا ما فيهوش راجل، تبقى تيجي بوقت ما انت تيجي، لكن ما دام في راجل يبقى خلاص انا فضيت لكم يا هانم. انا كنت في درس. ما فيش دروس من بكره، ما فيش درس، وخشي نامي عشان تصحي بدري تنضفي البيت وتسيقي الارض. يلا خشي. هو في ايه؟ يا ماما ما فيش ماما نامت من بدري عشان خلاص البيت ده بقى فيه راجل. بص يا عادل، ده اضطراب نفسي طبيعي نتيجة صدمة تشميع البازار. فانت حسيت بالفراغ فحاولت تملى الفراغ ده بأي حاجة، فكله جه على نافوخنا. اي حاجه؟ انت هبله، انا بتصرف كده عشان انا راجل البيت يا هانم. لا يا عادل، دي تصرفات كلها نابعة من اللاوعي. يعني انت دلوقتي مش مبسوط من نفسك. تصدقي فعلا ده انا كاره نفسي قوي. العلاقه بيني وبين نفسي بقت علاقه لا تطاق يعني. واوعي يا سناء تحاولي تصلحي بيني وبين نفسي لان مش طايق نفسي. بلاش تريقه يا عادل لو سمحت بقى. الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم وكلام علمي، يعني لازم تاخذه ماخذ الجد. حل مشكلتك دي موجود عندك انت، موجود في عقلك الباطن انت. دور في الماضي بتاعك، دور يا عادل كويس. ماضي ايه؟ هو انا عندي ماضي ابدا؟ يا عادل مؤكد في منطقه مضيئه موجوده عندك، دور عليها، واول ما تلاقيها وترجعها لنفسك تاني وترجع لها ان شاء الله كل الاضطرابات النفسيه اللي بتحصل لك دي هتروح، واحنا بقى نرتاح من القرف اللي احنا فيه. ايه ده؟ صدقي يا سناء ممكن يبقى كلامك مظبوط. انا فعلا خليتيني دلوقتي افتكر ايام زمان، ايام الصبا والجمال، كانت احلى ايام في عمري. يا سناء، انت اول مره تعملي حاجه مفيده في حياتك كلها. فكرتيني يا متشكر قوي يا سناء، بجد مش عارف اقول لك ايه. متشكر قوي. معقوله يا رضا؟ يعني انت لغايه دلوقتي لسه ما خلصتش سنه رابعه؟ ده انت بعد كده بقى هتتخرج من الجامعه على المعاش على طول.
الفن بقى يا صاحبي دوامت واخده الواحد مننا اليومين دول، يعني افراح، استعراضات، زفه، يعني حدوته اكل عيش يعني. يا سلام على حدوته اكل عيش، والله يا جماعه وحشتوني جدا وحشني اللمه دي. وانت حوده اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كله تمام، بس الشغل اليومين دول مطلع عيني. ما بلاش سيره الشغل دي يا اخوانا. تخيل عدول، ابويا مات وساب لي 3 محلات مأجرهم، بقالتين وحلاق، ومطلوب مني كل شهر اروح بنفسي والم ايجار ال3 محلات. حاجه تخنق. كل شهر بتقول ايجار المحلات؟ ده فحت يا ابني اللي انت بتعمله ده. شفت يا ثروت؟ عدل دلوقتي بنفسك وبيشتغل في الاثار. ايه ده؟ هو انت يا ثروت فاتح بازار برضو؟ بازار ايه يا عدوله؟ انا بشتغل موظف في الهيئه العامه للاثار، بس شغلانه متعبه قوي. بروح يومين في الاسبوع امضي واروح. تعبت ايه يا عم؟ بس انت ازاي يعني بجد يا ثروت اشتغلت شغلانه زي دي وانت ما كملتش جامعه؟ ما انا قدمت على الوظيفه دي بشهادتي الاعداديه والحمد لله لفقت. وانت عدوله طمني، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي حالا انا قاعد معاكم على القهوه اهو. المهم يا جماعه، انتوا دلوقتي المشاريب بتاعتكم كلها عندي، انا عازمكم النهارده. وانت من امتى ما بتعزمناش؟ انت طول عمرك بتعزمنا من زمان يا دوله، القرش بيجرى في ايدك ايه؟ لا بس انت عارف على طول بقى بحس بمغص كده وعندي كرشه نفس، وفي دكتور قال لي لازم نضاره عشان نظري ضايع. منك الله يا سناء، منك الله يا بدوي. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ. تحبوا تشربوا ايه غير الشيشه؟ مش عايزين برضو؟ يا معقوله يا جماعه، خلاص براحتكم، خلاص يا بدوي خلاص. فين الفلوس؟ فلوس ده يا ابو فلوس؟ انت لحقت خلصت الفلوس اللي معاك؟ فلوس ايه اللي معايا؟ فلوس الخلاط اللي بعته من يومين يا عادل. ايه ده انت عرفتي؟ قصدي بعته. انا حر طبعا. اولا الخلاط ده انا اللي اشتريته، ثانيا من يوم ما اشتريته ما سمعتوش بيدور غير مرتين، وفي المرتين كنت بتاكليني بيض مقلي عيون. انت بتقول ايه؟ بقول لك عايز فلوس، عايز 20 جنيه و20 جنيه. تحت حرف السرير. تحت حرف السرير؟ حد يحط الفلوس تحت حرف السرير؟ انتوا جننتوا نعمة ربنا. انتوا انه حرف بقول لك انه حرف سرير. حرف سرير. ايه ده؟ مين؟ ايه؟ مين؟ مش ممكن، البيت بيفرق كتير جدا لما ابيع عادل بيمشي. وات؟ ايه بتقول ايه؟ ابيع عادل؟ اسمه ابيع عاطل يا حبيبتي، كان يوم اسود يوم شمعوا البازار. بالراحه على نفسك يا مجيده، الشمع الاحمر يا حبيبتي مش بعيد عنك، ولا يوم ما شمعوا شقتك شمعوها بلون تاني. يا سلام، لا يا حبيبتي في فرق كبير قوي لما يشمعوا البازار ويشمعوا البيت. يا جماعه في مشكله اكبر من اللي انتوا بتتكلموا فيه. الفلوس خلاص خلصت وانا مش عارفه اخبي الباقي فين. انا خلاص خلصت الموضوع، امال انا كنت فين طول النهار؟ خلصتي ايه يا طنط؟ هو انت اشتريتي بازار جديد؟ ايه يا بنت الذكاء اللي انت فيه ده؟ ايه الجهبذه اللي طالعه منك دي؟ ايه بؤره الضوء اللي نازله فوق نافوخك ده؟ بنتك دي هايله، تنفع تطلع دكتوره تحاليل دم واعصاب. يا حبيبتي بس والنبي اسمعي بقول لك ايه، ما هياش ذنبها، ذنب امك اللي هي مش فاهمه اصلا. ما تفهمينا. ايه يا غبيه وما بتفهمش؟ انا افهمك. انا رحت القسم وسالت عن الضابط اللي اسمه حسام، وهو وعدني ان هو هينهي الموضوع بعد ما عملت شويه دموع وشويه استعطاف. حصل الاستلطاف. لا يا خفه، ده من دور ولادك، ده راجل مؤدب ومحترم، قال لي بكره كل حاجه تخلص. ايه ده؟ يعني عادل هينزل الشغل بكره؟
الحمد لله يا رب، الحمد لله. الحمد لله. وهنخلص من التوتر النفسي العصبي اللي عايش معانا في البيت ومسمي نفسه عادل. انا كل اللي يهمني يا جماعه ان الولد ما ينحرفش. الفراغ بيؤدي للانحراف، وبعدين ممكن يبقى مدمن، ممكن يبقى صاحب اصحاب مش كويسين. ما انتوا عارفين اخطر حاجه اصدقاء السوء. ثانية واحدة بس يا رجالة عشان امشي الحريم، البيت كله حريم. ماما تيتا بابا جه ومعاه اصحاب السوق. ايه ده؟ ايه يا اصحاب السوق؟ لا يا بنتي الكلام ده هتخش على واتس. يلا خش على واتس. ايه يا عادل ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه بعمل ايه؟ بيتي وفاضي وما وريش حاجة، جايب اصحابي يقعدوا معايا. يلا اتكلوا على الله، خش على واتكم. خش على واتكم بسرعة. مفيش كلمة في البيت ده ولا ايه؟ اتفضلوا يا رجالة. صاحب سوق 1. تمام يا كوتش. صاحب سوق 2. موجود يا معلم. صاحب سوق 3. قشطة عدولة. حمار 1. خش. شهيق زفير، شهيق زفير، شهيق زفير. جدع توقع الفحم وتولع البيت. خش اتفضلوا 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 يا اهلا وسهلا، منورين بيتكم ومطرحكم. بقول لك ايه يا عدولة، الاقيش عندك كاسيت؟ الاقيش بالجبنه. عينيا يا معلم، اتفضل اتفضل. يلا اطلع بالطاوله يا ثروت. طبعا يا حوده، هو انا بمشي من غيرها؟ ده انا بحط فيها البطاقه. بقول لحضرتك ايه يعني؟ اتفضل. هو انتوا اصحاب دول من زمان يعني؟ يوه، من ايام ما كنا اصحاب سوق صغيرين. امال يعني انا اول مره اشوفكم يعني، انتوا كنتوا فين؟ اصل عادل مره واحده كده جات له حاله نفسيه وقال لك مستقبلي وبتاع، وبعدين راح متجوز وقفل على نفسه، لكن الحمد لله ربنا هداه ورجع لعقله. ايوه برضه ما قلتليش كنتوا فين؟ اهو يا عم الاقيش اهو. الاقيش بباب واحد. وهسمعكم اغنيه بقى مكسره الدنيا. يلا اسمع يا معلم اسمع. ايوه عدولة بتاع زمان اهو. ايش يا دوله؟ دي احداث دي احداث دي احداث. بلعب من زمان يا دوله. العب يا دوله، العب يا حبيبي. العب. دي احداث دي احداث دي احداث. من زمان يا اخي، من زمان الواحد ما ضحكش الضحك ده. والله يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، القعده دي صراحه يعني من زمان. دول مش هتفسحنا ولا حاجه؟ بصوا يا جماعه انا هعمل لكم مفاجاه النهارده. بعد ما نخلص القعده العجيبه دي هنطلع كلنا نروح السينما. بجد بعد السينما هنروح نسهر في اجدع نايت كلاب في جمهوريه مصر العربيه. انت فينك يا دوله من زمان؟ انا واقف اهو. عادل يا عادل. مين دي؟ ايه ده امك دي؟ امي. تبقى امي. ايوه عادل خش نام بدري يا حبيبي عشان السهر ليك مش كويس، بكره عندك شغل. عن شغل فين يعني يا ماما؟ هروح يعني اكنس القهوه ولا اروح اسيقها يعني؟ وانا عندي شغل يا ماما. لا يا عادل البازار، انا النهارده اتاكدت ان هم هيفكوا الشمع ويفتحوا البازار. يفكوا الشمع ويفتحوا البازار؟ انت بتتكلمي جد يا ماما؟ ايوه متاكده يعني؟ متاكده وهفهمك بعدين. طيب يا ماما بجد؟ بجد؟ يا يعني انا هرجع تاني بني ادم محترم. يا مش هروح الشغل وارجع من الشغل. دي احداث دي احداث دي احداث. لسه جامد. طب يا جماعه احنا هزرنا وضحكنا وكل حاجه، يلا بقى اتكلوا على الله روحوا يلا.
ايه بتضحكوا على ايه؟ لا انا بتكلم جد، يلا اتكلوا على الله. انا اصلا يعني عندي صحيان بكره الصبح بدري يعني. صحيان ايه؟ احنا لسه سهرنا، ده احنا نسهر للصبح. لا مش هنسهر للصبح ولا حاجه، لا انا هنام دلوقتي، يلا اتكلوا على الله يلا. والله يا عدوله مش عوايدك يعني. مش عوايدي ان انا انام بدري، ولا مش عوايدي ان انا اقول لكم اطلعوا بره؟ بقول لكم اطلعوا بره. شفت؟ بص نفس اسلوبه بالظبط، نفس اسلوبه. يقعد يعمل لنا الشويتين دول ويخشوا علينا ونزعل وبعد كده يطلع بيشتغلنا. ده انت غلس بقى من زمان. بقول لك ايه، يلا اطلعوا بره، اطلعوا بره يلا، انا بتكلم جد ما بهزرش. اطلعوا بره يلا من غير مطرود. وليه من غير مطرود؟ اطلعوا بره بمطرود، انا بترككم، اطلعوا بره. ايه عادل في ايه؟ ما تبطل حركاتك دي يا جدع. يا عم هو اكيد بيهزر، هو بيهزر. يا جماعه اقعدوا، ده بيتنا يا جماعه. بيتكم ايه؟ بيتكم منين؟ فين العقد بتاعه؟ بيت مين؟ يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله، اطلعوا بره، انا بترككم. بره بره بره. لاحظ ان دي مش اول مره. ومش اخر مره، يلا اتكلوا على الله. ماشي يا عدول، ما تجيش بقى على القهوه تقعد تستعطفني. ماشي يا عم، على اساس ان انت صاحب القهوه. لعلمك بقى يا دوله، احنا لو خرجنا دلوقتي مش هنرجع هنا تاني. ما ترجعوش تاني، ما انا اللي بقول لكم، يلا اتكلوا على الله. ماشي يا دوله، ماشي. ماشي هتخوفوني يعني؟ ماشي اضربوني على القهوه، يلا يا رامز اتكل. دولا انا هروح بقى من غير مطرود ولا بمطرود؟ انت بمطرود من البيت ومن البازار، يلا. ايه دولا ده؟ يلا اتكل على الله بالشيش بتاعتك دي، وما تجيش البازار، انا هفتح البازار بكره ما تجيش. دولا طب حساب القهوه طيب. يلا اتكل على الله، يلا اتكل على الله، اتكل على الله، ما تجيش هنا تاني. ماشي يا دولا ماشي. ولا تيجي في البازار. ياه، واحد كان مهزق نفسه واصحابه دول. الحمد لله الواحد يرجع للشغل ويبقى بني ادم محترم بقى. يا عيني على الولد، يا عيني يا عيني. خد يا ولد، خد تعال. يا عيني على الولد. ايه هتعمل لي فيها شاديه؟ انا ظالمك يعني؟ مش تحمد ربنا؟ المهم تطلع على الاسم دلوقتي، تروح تجيب منهم التماثيل اللي هم خدوها. ايه ده دول؟ هم هيرجعوا التماثيل اللي اشتروها تاني ولا ايه؟ هم اشتروها؟ هم دفعوا لك فلوس؟ لا هم بصراحه خدوها بس. خلاص زي ما خدوها يرجعوها، انت تروح تجيبها وتيجي. طب يا دولا، طب ما ياخدوها ونهودهم في السعر، فرصه. انت بتفكر ليه اصلا؟ انت مش مطلوب منك ان انت تفكر خالص. انت كويس قوي ان انا رجعتك تاني الشغل في البازار، واحد غيرك كان خد فيها اعدام في اي بازار تاني. يلا اتكل على الله، روح هات الحاجات وتعالى بسرعه. ماشي يا دولا حبيبي، ماشي يا دولا. هوا بلاش هوا، ولا يخرب بيتك، هوا يعني فيها 10 ساعات.